السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بأعضائنا وأبطال قناتنا أبطال وبطولات. حضرتك مش مشترك؟ اشترك معنا، فعل زر الجرس تستجد كل جديد ومفيد. امبارح كان في ماتشين مهمين. الأهلي كان بيلعب ضد المقاولين العرب وفاز 2-1. طبعا نتيجة خادعة، يقول لك 2-1 يعني كان فرق الكرة ماشية ما بين الفرقتين رايح جاي. لا، امبارح كان الماتش كله للأهلي ما عدا كام كوره راحوا على الجون على شوبير اللي هو كان بيلعب امبارح، لان كان في لعيبه كانت في الاستشفاء ولعيبه تم خروجهم من القايمه ما بين ايقاف وبين اصابه وبين راحه. كان في محمد الشناوي وعلي معلول وحسين الشحات ايقاف راحه، بخلاف محمود كهربا ايقاف، واكرم توفيق استشفى لانه كان في كدمه في رجله على ركبته بعد ماتش سان داونز، كان واخد استشفاء عشان خاطر الكدمه اللي على ركبته، لان بعد التدخل العنيف اللي عمله لعيب سان داونز وخد فيه طرد. الحمد لله الاهلي دلوقتي اصبح 9 بونت، يتفوق على الزمالك ويتفوق على فرق كتير كانت بتلعب قبله 4-5 ماتشات في الجدول. الزمالك لعب 6 ماتشات، فاز 2 تعادل 2 اتهزم 2 عنده 8 نقط. الاهلي من 3 ماتشات العلامه الكامله 9 بونت. الماتش الجاي للاهلي ان شاء الله مع سيراميكا يوم الاربعاء ان شاء الله. لو الاهلي فاز على سيراميكا هيبقى 12 بونت، يبقى تاني الدوري مع الجونه ان شاء الله. الماتش الثالث ليه في المؤجلات لو لعبوا ان شاء الله وتوفق فيه الاهلي يبقى 15 بونت، يبقى كده الاهلي يعتبر اول الدوري. ان شاء الله هيبقى في تغطيه كامله لكل مباراه من المباريات. انا اعتذر ان انا ما عملتش حلقات امبارح واول غير فيديو شورت صغيرين، عشان خاطر انا كنت عندي ظروف كده في البلد، كنتش موجود في القاهره. انا اصلا من الزقازيق، وطبعا الزقازيق 90% من الشرقوه اهلاويه، وده شيء يعني اتشرف بيه ان انا كنت شرقاوي واهلاوي. كمل لحضراتكم الفيديو بتاعي السريع. الاهلي امبارح طاهر محمد طاهر اللي كان في ناس كتير بتطالب بخروجه من القائمه الاساسيه وانه ما يلعبش اساسي خالص، عمل ماتش كبير جدا امبارح واحرز الهدف الاول وعمل ماتش وكان خد رجل المباراه. وطبعا بالبدله بتوع الاهلي قندوسي ومحمد فازوا على بيراميدز 2-0. بيراميدز عمل ماتش كويس مع سيراميكا، كان سيراميكا قدر يفوز. محمد شكري والقندوسي لاعبي الاهلي المعارين لسيراميكا يحرزوا هدفين في بيراميدز ويخرج مباراه 2-0، مباراه غريبه. في المقابل الزمالك يخسر من زد الصاعد حديثا للاهلي، الصاعد حديثا للدوري العام، وبرضه لعيبه الاهلي 2-1. مفاجآت الاسبوع دوت: بيراميدز يتهزم، الزمالك يتهزم، الاهلي يفوز 2-1 على المقاولين العرب. كان معاكم احمد زيكو على قناتكم ابطال وبطولات. انتظرونا في فيديو جاي ان شاء الله. سلام عليكم.